أهلا بيكم في عالم الرعب، عالم الظلال والأسرار اللي محدش يجرؤ يقرب منها. لو بتحب القصص اللي تخليك تبص وراك في الضلمة يبقى أنت في المكان الصح. النهاردة هنحكي عن كتاب مش زي أي كتاب، كتاب اسمه شمس المعارف الكبرى. الناس بتقول إنه مش مجرد كتاب، ده باب لعالم تاني. بس تحذير، لو قلبك ضعيف اقفل الفيديو دلوقتي، ولو هتكمل حط السماعات، اطفي النور وخليك لوحدك، واستعد تسمع قصة هتخليك تخاف تنام بالليل. ولو عجبتك القصة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل قصة رعب جديدة. يلا نبتدي. في حارة قديمة في عين شمس، حارة مهجورة الناس بتتجنبها من سنين، كان في شاب اسمه ياسر عنده 23 سنة، عايش لوحده في شقة قديمة ورثها من جده. ياسر كان مهووس بالكتب الغريبة اللي بتحكي عن السحر والعوالم التانية. كان بيقضي ساعات في سوق الكتب القديمة في العتبة يدور على حاجات جديدة. في يوم شتوي الدنيا كانت ضلمة والبرد شديد، لقى دكانة صغيرة مستخبية في ركن محدش بيعدي منه. ورا الدكانة كان في راجل طويل وشه مش باين من كتر الظل، ماسك كتاب قديم جلد اسود زي ما يكون مصنوع من جلد حيوان مش معروف، مكتوب عليه بخط غريب شمس المعارف الكبرى. الراجل نده على ياسر بصوت مبحوح: ده الكتاب اللي بتدور عليه، بس لو فتحته مفيش رجوع. ياسر حس بأشعره بس الفضول خلاه ياخد الكتاب. الراجل ضحك ضحكة زي صوت الإزاز المكسور وقال: هتدفع التمن بس مش فلوس. ياسر اتجاهل كلامه ودفع بسرعة ومشي، بس وهو خارج حس إن في عيون كتير بتبصله من كل الزوايا. لما رجع شقته قفل الباب بالترباس وفتح الكتاب تحت ضوء لمبة بتترعش. الصفحات كانت صفرا ومطربة، ريحتها زي ريحة حاجة ميتة من سنين. الرموز اللي فيها كانت غريبة مش مفهومة، زي ما يكون بتتحرك لو بصيت عليها كتير. في صفحة واحدة كان مكتوب عليها بالدم: من يقرأ يستدعي من يستدعى. ياسر قلبه دق بسرعة بس فضل يقرأ بصوت عالي زي ما يكون حد بيجبره يقرأ. لما خلص اللمبة انفجرت والشقة بقت ضلمة. سمع صوت زي خربشة على الحيطان، زي ما يكون مخالب بتحفر في الطوب. فجأة حس بحاجة بتمشي وراه، نفس بارد زي التلج على رقبته. بص لقى ظل واقف في ركن الأوضة، طويل ومشوه، عينه زي جمرتين في الضلمة. الظل ده اتكلم بس مش بصوت بشري، صوت زي همهمة جاية من جوه الأرض: انت فتحت الباب دلوقتي، احنا جوه. ياسر حاول يصرخ بس صوته ما خرجش. الكتاب وقع من ايده وصفحات بدأت تتقلب لوحدها، وكل صفحة كانت بتطلع صورة لوش مختلف، وجوه مش بشرية بتصرخ بصمت. ياسر جري على الباب بس الترباس كان متجمد زي ما يكون ملزوق. الحيطان بدأت تنزل دم والأرض زي ما تكون بتتحرك تحت رجليه. بص لقى الكائن اللي شافه في الركن بيقرب منه، جسمه بيتلوى زي الدودة، وإيده لو ينفع نسميها إيد كانت طويلة ومليانة مخالب. الكائن قال: انت خلاص بقيت ملكنا دلوقتي، بس لو عايز تعيش لازم تجيب حد تاني مكانك. ياسر من الرعب فقد الوعي. لما فاق كان الصبح جه والكتاب مقفول. فكر انه كان حلم، بس لما بص في المراية لقى عينه فيها خطوط سودة زي العروق، ووشه بقى شاحب زي الميت. حاول يرمي الكتاب في الزبالة بس كل ما يحاول يلاقيه رجع تاني على الترابيزة أو في أوضته. حكى لصاحبه عمرو اللي كان بيحب يتريق على الحاجات دي. عمرو قال له: ده كلام فاضي، هات الكتاب ونشوف هيعمل ايه. بالليل راحوا شقة عمرو فتحوا الكتاب، والمرة دي الرموز بدأت تطلع من الصفحات زي دخان اسود. الدخان ده اتشكل في كائنات، مش واحد بس، كذا كائن كل واحد أبشع من التاني. عمرو اللي كان بيضحك في الأول سكت لما سمع صوت زي عويل جاي من جوه الكتاب.
فجأة المراية اللي في الصالة اتكسرت لوحدها، ومن جواها طلع ظل اسود زي انسان بس من غير وش. الظل ده مسك عمرو من رجليه وسحبه ناحية المراية. ياسر حاول يساعده، بس الكائنات اللي طلعت من الكتاب وقفوا قدامه، عيونهم بتطلع شرار. عمرو صرخ: ياسر، انت اللي جبتهم. وبعدها الظل سحبه جوه المراية، والمراية رجعت زي ما كانت. ياسر وقف مصدوم، والكتاب قفل لوحده. جري برا الشقة، بس لما نزل الشارع لقى الناس بتبصله بطريقة غريبة، زي ما يكون شايفين حاجة عليه. لما بص في واجهة محل شاف انعكاسه، بس مش لوحده، كان في كائن واقف وراه مبتسم بفم مليان أسنان زي السكاكين. ياسر هرب على المستشفى، حكى للدكتور انه شاف حاجات، بس الدكتور قال له انه تعبان نفسيا واداله مهدئات. لما رجع البيت لقى الكتاب مفتوح على صفحة جديدة فيها رسمة لعمرو، عينه فاضية ووشه مليان جروح. جنب الرسمة كان مكتوب: انت الجاي. من يومها ياسر بقى يعيش في رعب كل ليلة، يسمع خدوش على الباب وهمسات بتقول: افتح. كائنات بقت تظهر له في كل حتة، في المرايات، في الظل، حتى في أحلامه. في يوم ياسر اختفى، الشقة بتاعته لقوها فاضية، بس الكتاب كان لسه هناك مفتوح على صفحة بيضة مكتوب عليها اسم جديد. الكتاب دلوقتي بيظهر في أسواق الكتب القديمة، بيختار صاحب جديد. الناس بتقول إن اللي بيشتريه بيفتح باب لعالم تاني، عالم مفيش منه رجوع. لو شفت كتاب اسود في سوق قديم متلمسهوش، يمكن يكون هو شمس المعارف. كده نكون خلصنا قصة شمس المعارف. بس سؤال: لو لقيت كتاب زي ده في سوق قديم هتفتحه، ولا هتخاف انك تكون انت الضحية الجاية؟ الناس بتقول ان الكتاب لسه بيظهر، يمكن يكون موجود دلوقتي في مكان قريب منك. لو عجبتك القصة اعمل لايك وسيب لي تعليق تحكي لي لو كنت مكان ياسر كنت هتعمل ايه. ولو عايز تسمع قصص رعب اكتر زي دي اشترك في القناة وفعل الجرس عشان ما يفوتكش فيديو جديد. وخلي بالك لو سمعت خدش على الباب بالليل ما تفتحش. نشوفكم في القصة الجاية. سلام.